السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج شريف مرياج. كل نهار كنكتشفوا أنه كاين بزاف ديال الناس، رجال ونساء، في هذه البلاد العزيزة ولا حتى خارج المغرب، اللي قلبهم عامر بالنية وباغين غير شريك ديال الحياة يعمر معهم الدار ويشاركهم الحلو والمر ويعيشوا الحلال على سنة الله ورسوله. كنعرف بزاف ديال الناس كيكونوا دايزين من تجارب صعيبه، فقدوا الثقه ولاو كيقولوا ما بقاش المعقول. ولكن هنا في هذه القناه الهدف ديالنا ماشي الشهره ولا التسليه. الهدف ديالنا هو نعاونوا الناس يلقاو النصف الاخر ديالهم بصدق ووضوح وبنيه مزيانه. الا كنتي كتسول في راسك واش نقدر نلقى شي حد كيشبه ليا وكيحلم بحالي، نقدر نقول لك تقدر، ولكن خاصك تصبر وتفتح قلبك وتسمع القصص وتتعرف على الناس. يمكن يكون شريك حياتك غادي معانا في هذه اللحظة وكيسمع بحالك وكيقلب بحالك. من هذا المنبر كنحب نأكد مرة أخرى لكل واحد فيكم، كل واحد عنده قصة وكل واحد عنده فرصة، غير خاصنا نتقابلوا في المكان والوقت الصحيح. وباش نوصلوا لهدفنا كنطلبوا من كل واحد باغي يشارك معنا جاوبنا على الاستمارة ديالك بالتفصيل، ما تبخلوش علينا بمعلوماتكم، وقول لنا شحال في عمرك، طولك، الوزن ديالك، الحالة العائلية، فين كتسكن، شنو الخدمة ديالك، وشنو كتبغي يكون في شريك الحياة ديالك. علاش؟ حيت كل ما كنتوا واضحين كل ما قربتوا لشي حد مناسب ليكم، والنية الصافية هي المفتاح ديال النجاح، ماشي الزواق ولا الكذوب. واخا تكون مطلق، رمل، عازب، في شي بلاد بعيدة، هادشي كله ما كيهمش. المهم تكون عندك رغبة في الحلال والثقة في راسك وباغي الحلال، وخليها على الله. راه كل واحد وعنده رزقه، غير خاصو يدق الباب الصحيح. واول عرض معنا اليوم واحد السيد اللي بصراحة قصته مؤثرة ونيته الصافية، باغي يكمل حياته مع وحدة كتستاهلو. نخليكم مع العرض ونرجعوا لكم. السلام عليكم، كيف الحال والأحوال؟ أموركم مزيانة؟ كل شيء بخير الحمد لله. أنا اسمي رضوان من مدينة الجديدة، مستقر في مدينة الجديدة وأشتغل في مدينة الجديدة. إنسان أرمل، أبحث عن علاقة مبنية على الصدق وعلى الحب وعلى الاحترام والتقدير، وتنتمنى الله تبارك وتعالى نلقى واحد الزوجة صالحة تخاف الله. ووفقكم الله. بالنسبة لشروط الزوجة راه شرت لي كتبت لكم في التعليق نوع الزوجة التي أتمناها، ولا يهمني إن كانت داخل المغرب أو خارج المغرب، لا يهمني في شيء، ولا يهمني إن كانت بكر أو مطلقة، لا يهمني في ذلك الشيء. وكذلك تنتمنى تنشر كذلك رقم الهاتف تاعي إذا كان ممكن. بالنسبة لي ليس لدي مشكل في نشر هاتفي، وشكرا. وعن 49 سنة، رجل أرمل من مدينة الجديدة، فقد الشريكة ديال حياته، ولكن الإيمان باقي في قلبه والعزيمة باقا قوية. رضوان اليوم كيبحث على زوجة تفتح معاه صفحة جديدة وتكون السند وصديقة وشريكة في كل لحظة. بغاها تكون بيضاء البشرة، طولها أكثر من 170 ووزنها ما بين 70 و 80. ماشي مشكل بالنسبة ليه تكون عازبة ولا مطلقة، وحتى المكان ماشي عائق، سواء كانت في المغرب ولا خارجه. اللي كيهمو تكون إنسانة ناضجة باغية تعيش الحلال وتقدر معنى الزواج. كيقول لنا رضوان: الزواج سنة الحياة، وأنا ما بغيتش نبقى بوحدي. الحياة خاصها اللي يشارك فيها، يفرح معاك ويوقف معاك ويفهمك. كنحيي رضوان على شجاعته، الله يسخر ليه اللي في خاطره. ودابا غادي نمشيو لفاس مع شاب كيقلب على زوجة مؤمنة مخلصة وباغية تكون قريبة منه في العقلية وحتى في المكان. نخليكم مع العرض ديال ياسين ورجعوا لكم. السلام عليكم ورحمة الله. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير. بالنسبة للاسم ديالي ياسين بنيس، العمر 36 سنة، الجنسية مغربية، مكان الإقامة فاس، الحالة الاجتماعية عازب، والديانة مسلم، واللغات عربية.
بالنسبة للمواصفات بغيت شي بنت الناس تكون مؤدبة ومخلقة وتكون عايشة في هولندا. شكرا بزاف، الله يجازيك بخير. ياسين 36 سنة، عازب، ساكن في مدينة فاس. راجل كيحترم راسو، كيحترم المرأة، وباغي يرتبط بطريقة محترمة وجدية. المواصفات اللي كيقلب عليها: ياسين باغي سيدة مؤدبة متخلقة وباغي الاستقرار. الشرط الوحيد اللي كيطلب هو أنها تكون عايشة في هولندا. ربما ياسين كيتواجد أو باغي يعيش تما، وكيبحث على وحدة اللي تكون دايزة من نفس الظروف وتكون متفهمة للحياة في الغربة. كيقول لنا ياسين: ما كنسعاش للزواج ديال الصور والكلام، كنسعى لشراكة حقيقية مبنية على الود والتفاهم والنية الطيبة، الله يسهل عليه ويجعل طريقه ميسرة. ودابا عندنا واحد طالب جاي من خارج المغرب، من نواكشوط موريتانيا. استمعوا جميع ورجعوا لكم. السلام عليكم قناة الشريف. صباح النور، السعادة والازدهار وحسن العبادة. أنا أود أن أتقدم بطلب للزواج في قناتكم الفريدة في تقديم عرض صور اللواتي الفتيات للزواج. ولكن قبل أن أتقدم بالطلب أشكر الله ثم أشكركم على هذه الخدمة التي أجرها لا يعد ولا يحصى، وأرجو من الله العلي القدير أن يثبت لنا ولكم الأجر في الدنيا والآخرة، كما أن الأنبياء يتفاخرون بكثرة الأمم يوم القيامة. ها أنتم في خدمة من أجل كثرة أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمم الأنبياء يوم القيامة. لكم خالص التقدير والاحترام. طيب إخوتي الكرام، السيد الفاضل الغائم والبنت الغائمة على هذه القناة، لكم جزيل الشكر. وسنقدم معلوماتي للزواج عن طريق قناتكم الفضيلة. الاسم المستعار العربي، العمر 47 سنة، طول 167 سنتين، الوزن 166 كيلو، وتارة 65 أحيانا إذا كثر علي العمل. واللون أسمر فاتح. الحالة الاجتماعية أرمل، لدي بنتين، صاحب مهنة حرة. المستوى الدراسي الثالث إعدادي، الدولة الجمهورية الإسلامية موريتانيا، السكن العاصمة نواكشوط، لدي منزل. أنا راجل حنون، لم نعمل أي شيء من المحرمات وكذلك التدخين. أنا من أسرة متدينة وملتزمة ولله الحمد، وصحتي لله الحمد جيدة. وفي الختام تقبلوا مني كامل التقدير والاحترام. ورقيت رقم البنت التي تدعى كريمة، مجازة في الحقوق في الدار البيضاء إذا كان ذلك ممكنا، وهذا طبقا لخدمات القناة شريف. وفي الختام تقبلوا مني كامل التقدير والاحترام، وفي انتظار ردكم الإيجابي. تقبلوا مني كذلك كامل التقدير والاحترام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورقم واتسابي هو 00 222 34 49 96 64. وعيد 00 222 34 49 96 64. والله ولي التوفيق. العربي 47 سنة، أرمل وعنده طفلين، رجل حنون متدين وخدام في مهنة حرة. طول ديالو 167 والوزن 66، من موريتانيا، سمر وزوين ومميز. العربي كيقلب على السيدة من المغرب، وبالضبط من الدار البيضاء. السيدة اللي كيقلب عليها هي كريمة، واللي كانت شاركت معنا في واحد الحلقة سابقة، ويبدو أنها خلات أثر كبير في قلبه. العربي كيقول لينا: كريمة، إلا كنتي كتسمعيني، راح قلبي حس بشي حاجة منين سمعت صوتك، وبغيت فرصة باش نتواصلوا ونتعرفوا أكثر. أنا راجل مسؤول وكلمتي وحدة. الله يسر الأمور ويجمع الشمل. إلا كنتي كتسمعينا اليوم وحسيتي براسك مناسب لأحد هاد الناس وبغيتي تجرب حدك وتعرض قصتك، ما عليك غير تعمر الاستمارة ديالنا وتعطينا كل التفاصيل، ومرحبا بك. اما بالنسبه للعربي فبغينا نقولوا ليك ديما كنحترموا رغباتكم، وهادشي علاش غادي نتواصلوا مع كريمه من اجل التواصل الافضل بيناتكم، ونشوفوا كيفاش نديروا باش تكونوا في مقدمه الطريق ديال التفاهم والود. راه كل يوم كيزيد الامل، وكل قصه كتبدا بخطوه. شريف مارياج، وخليو النيه مزيانه والله يسخر.